شايفين الفوران؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ تعالوا نشوف انا عملت ايه. انا عملت البوظة. عارفين البوظة بتاعت زمان؟ بس دي البوظة الحلال، البوظة اللي مش بتسكر. دي بقى مش البوظة اللي كانوا بيشربوها في التوت والنبوت. دي بقى البوظة اللي احنا كنا بنشربها واحنا اطفال ومتعودين عليها وبنحبها وبنعشقها وبنموت فيها، واللي ماما كانت منعانا ان احنا نشتريها من الشارع منعا باتا. تعالوا نشوف انا عملتها ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو هنعمل ايه؟ نصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. صلوا على النبي يا جماعة، بالصلاة على الرسول بتنحل وتنفك العقد على طول. ده المشروب معشوقي، المشروب اللي انا بعشقه من صغري. معايا ايه بقى المكونات اللي هعمل بيها؟ كوباية دقيق، كوباية سكر، كوباية مية. دي اللي قدامنا، لكن احنا هنحط 4 كوبايات ميه من نفس الكوبايه. معايا معلقه كبيره من الخميره، معايا معلقه كبيره من السكر، علشان هي دي اللي انا هخمر فيها الخميره. هركن الخميره واركن معلقه السكر، وهستخدم باقي المكونات اللي هي ايه؟ كوبايه دقيق، كوبايه سكر، 4 كوبايات ميه. انا قدامي كوبايه واحده بس عشان لازم اعمل بمعيار نفس الكوبايه، وانا ما عنديش 4 كوبايات من نفس النوع. كده حطينا تاني كوبايه، كده حطينا تالت كوبايه، كده حطينا رابع كوبايه. تمام كده، يبقى 4 كوبايات ميه، كوبايه دقيق، كوبايه سكر. هقلبهم كويس، وبعد كده بعد ما اقلبهم كويس هاخدهم احطهم على النار. في ناس بتحط لها فانيليا، انا بقول لكم تعالوا بقى معايا، يلا هندخل على البوتاجاز علشان هنولع وهنحطها على النار. تمام كده. في ناس بتحط لها فانيليا، بس انا زمان لما كنت بشربها ما كانش بيبقى محطوط عليها فانيليا، فانا عملتها زي زمان بطعم زمان. هقلب كويس لغايه لما الدقيق يستوي. طبعا الدقيق لازم يستوي معانا زيها زي البشاميل كده، هتتقل معانا زي ما انتوا شايفين، هتبقى زي البشاميل او اتقل سنه كده زي المهلبيه. زي ما انتوا شايفينها معايا اهي، تقلت معايا، والقوام بتاعها ده هو ده المناسب، هو ده المتماسك، هو ده التمام. شايفين؟ اقول لكم بقى اصبروا عليها شويه كده وسيبوها لغايه لما تبرد خالص. هتبرد تبقى زي دمعه العين. تمام كده. هنا كده بقى بعد ما بردت ركنتها على جنب، وهبتدي اعمل الخميره. ليه بقى انا ما عملتش الخميره من الاول؟ لان الخميره لو عملتها من الاول كانت هتفور وهتبهدل الدنيا، لانها هتفور بسرعه، والخليط اللي انا عملته ده هياخد وقت على بال ما يبرد. بعد كده حطيت نص كوبايه سكر، معلقه ميه فطره زي دمعه العين، يعني دافيه خالص مش سخنه. وحطيت معلقه السكر وحطيت معلقه الخميره، وهقلب وهغطيها وهسيبها لغايه لما الخميره تفور معايا، علشان هحطها على الخليط اللي انا عملته. هنا ايه، انا بعد ما غطيت الخميره هرجع اشيلها تاني واقلبها كويس، لان التقليب ما كانش كويس، فقلبتها كويس تاني اهو زي ما انتوا شايفين لغايه لما اتفكت خالص. وهغطيها وهسيبها وهنشوف النتيجه اللي هتحصل. طبعا الخميره فارت اهي زي ما انتوا شايفين كده، معناها ان الخميره ناجحه، وزي ما انتوا شايفين فارت على الطبق، فانا عشان كده ما عملتهاش من بدري. تمام. هحطها على الخليط اللي انا عملته، اللي هو كوبايه الدقيق، كوبايه السكر، 4 كوبايات الميه اللي سويناهم على النار. هحط عليهم الخميره اللي احنا دوبناها بمعلقه السكر والميه الدافيه، الميه الفطره زي دمعه العين. تمام كده. ما ينفعش الميه تكون سخنه، لانها هتبطل مفعول الخميره. تمام. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. هقلب زي ما انتوا شايفين، وهتشوفوا بقى معايا النتيجه. على الطعم يا جماعة، بجد الطعم خطير، بجد 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 تحفة. طبعا انا بعشقها، بموت فيها، بحبها جدا جدا، مشروبي المفضل من وانا طفلة. بس كنت بشربه من ورا ماما، لاني ما كانتش بتحبني اشتريه من الشارع، وانا طبعا يعني كنت بشتريه من الشارع. هنا بقى غطيته بالبلاستيك راب، وهغطيه بفوطة، وهسيبه على جنب لغاية لما يخمر. طبعا الجو حر، فهي هتخمر بسرعة، مش هتاخد معانا وقت خالص. وهنشوف بقى النتيجة بعد لما سيبناها تخمر. بصوا حصل ارتفاع جامد ازاي في الحلة. هي كده خمرت خلاص معانا. دي طبعا حلال 100%، انما المسكرة ليها طريقة تانية. تمام كده. هقلب بقى. وطبعا انا الريحة طبعا تحفة، الريحة خطيرة خطيرة خطيرة. هقلب، واما اقلب بقى طبعا هدوقها، لان انا طبعا لازم ادوقها، لان طبعا انا بعشقها. زي ما انتم شايفين القوام ده قوامها الصحيح.
الناس اللي بتعملها خفيفة، لا هي ما بتبقاش خفيفة، هي بتبقى تقيلة، واظن الناس اللي بتشربها وعارفاها عارفة الكلام اللي انا بقوله كويس. تمام كده. طبعا بقلبها كويس، وبعد كده طبعا هدوقها. لازم ادوقها طبعا لان انا طبعا بعشقها ومن عشاقها، حبيبتي بموت فيها بجد بجد بجد. طبعا هنا ايه، بص انا دقتها خلاص، هقول لكم بقى ايه، خلاص تحفه. حطوا لي اللايك لانها بجد والله ملهاش حل. انا كده بقى هفضيها في حاجه وهحطها في التلاجة، بس خلوا بالكم ان انا لما حطيتها في التلاجة هي خمرت تاني وفارت، فانتوا حطوها طبعا جوه حاجه علشان ما تبهدلكوش الدنيا. خلاص انا حطيتها اهو جوه ابريق او شفشق، وبعدين بقى هصبها وهتشوفوا بقى معايا الجمال. يلا بقى تعالوا شوفوا. يا سلام بقى، يا سلام بقى لما تدوقوا الجمال والحلاوة. يا سيدي على الجمال، يا سيدي على الحلاوة. مش قادرة اقول لكم بقى الطعم والجمال بقى والتحفة. وانا بقى قعدت اتمزز بقى واشرب منها. بصوا قوامها تحفة. هو ده قوامها الصحيح. طبعا انا هقعد اشرب فيها بقى وهتمزج بيها لان انا من عشاقها وبحبها بحبها بحبها. طبعا انا مش صابره، فاخدت كوبايه بقى اشرب وادوق معاكم. على المزازه والجمال والطعم. لا بجد بجد خطيره. حطوا لي بقى لايك، ويا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وفي سبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ كله حل مع دودو. ودايما كده نذكر الله ونصلي على الرسول، علشان بالصلاة على الرسول بتنحل وتنفك العقد على طول. شايفين الفوران؟ هي بقى طبعا بتفور، بتقعد تخمر. شايفينها؟ بص على الحلاوة. بص على الطعام. شايفين اللذاذة؟ شايفين المزازة؟ ايه الحلاوة اللي دودو عاملاها دي؟ طعمها جنان. يا رب يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، واتمنى ان انتوا بقى ما تنسونيش دعم للقناة، لايك، تعليق حلو، اي حاجة حلوة كده منكم. اشوفكم على خير وهتوحشوني.